السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت للرد على اسلام الشاطر اللي طلع وقال على إدارة الزمالك الجديدة ان هي تيجي الاهلي تتعلم الإدارة، ومش عيب ان التلميذ يتعلم من الأستاذ، وان الاهلي هو اصل الإدارة، والكلام الجميل دوت. طبعا في حاجة حابب اوجهها للكابتن اسلام، او زي ما تقول اي حد ممكن يكسب، ممكن يمسك الاهلي هينجح. لو جبت تمثال مسكته رئاسة النادي الاهلي هينجح. لو جبت حد حطيته مدير فني في الاهلي هينجح. ليه؟ مش لان الاهلي اداره وكده، لا، لان الاهلي اكتر نادي بياخد فلوس في مصر، اكتر نادي بياخد فلوس في مصر. فلو جبت لي 10 لعيبه وفشلوا ما عنديش مشكله، معايا فلوس تانية، زي الجندوزي، زي والتر بواليا، زي اللعيبه الكتير، زي سافيو، زي شادي حسين، مصطفى ميسي، اللعيبه اللي جت كلها ومشيت. بس ايه المشكله؟ ان انهيار الزمالك او سقوط الزمالك هو اللي غطى على فشل الاهلي الموسم الحالي. لو الزمالك ما عندوش اداره خاينه ماشي، كان كل همها الكرسي مش همها مصلحه الزمالك، وفرطت في لعيبه مهمه زي امام عاشور ماشي، ما كانش الاهلي هياخد كل البطولات دي ماشي. ما كانش الاهلي معاه فلوس كتير، ما كانش الاهلي هيشتري كل سنه 10 لعيبه ويمشوا في نهايه الموسم. الاهلي مفيش غير صفقه واحده بس اللي نجحت عنده الموسم ده، هو مروان عطيه في نص الملعب، وكان الزمالك يقدر يخلصها في بدايه الموسم، ولكن طبعا ما قدرش يخلصها اداره الزمالك اللي مشيت ماشي. ده فيديو كده بسرعه للرد على اسلام الشاطر. اي حد هيمسك الاهلي هينجح، اي حد، مش اداره. انت ما عندكش اداره، ولكن سقوط الزمالك هو اللي غطى على فشل اداره الاهلي. وكل جمهور الاهلي او بعض منهم، الجمهور اللي بيقعد شويه بيفهم الكلام كده، عارف ان اي حد ممكن يمسك الاهلي وينجح. ليه؟ لانه وراه اعلام، وراه اتحاد كره ماشي، يعني كل الاعلام الداعم للاهلي، كل الناس في الاهلي، النفوذ تبع الاهلي، كل الادارات في مصر تبع الاهلي. فطبيعي الاهلي لازم ان هو يكسب كل البطولات، مش حكايه اداره. الاهلي ما عندوش اداره اصلا. الاهلي الاداره اللي تجيب كميه اللعيبه دي تصرف 10 مليون دولار تقريبا ويمشوا ببلاش ماشي، زي الجندوزي اللي بيدوروا له على نادي عشان يودوه فيه، عشان صفقه يخطفها من الزمالك. بس صفقه كيد نسا يخطفها من الزمالك كلفته 2 مليون دولار ومحدش بيحاسبه ماشي. جاب اللاعب بمليون دولار وباع، واللاعب خد راتب 500,000 وبيمشيه لسيراميكا وهيدفع نص راتبه كمان. ده الصفقات دي اداره الاهلي. زي سافيو، زي اللعيبه اللي بولتر بولا اللي جايب 2.5 مليون دولار ما لعبش 6 شهور ومشي، زي شادي حسين اللي جه في اول الموسم ومشي، زي مصطفى ميسي. كل اللعيبه دي اللي جت ومشيت ببلاش، ويفضل يقول لك الاهلي اداره ومش الاهلي اداره. نتمنى ان الناس الناحيه الثانيه او في الاهلي او في قناه الاهلي تهدى شويه. ما صدقنا خلصنا من قناه الزمالك، وقلتوا الناس اللي كانت بتعمل التعصب هم الزملكاويه ومرتضى منصور واداره الزمالك وقناه الزمالك. خلاص، اداره الزمالك ان شاء الله هيتم تفويرها خلال الفتره اللي جايه، وهيجي ناس قيمه وقامه لنادي الزمالك تمسك اعلام الزمالك. اداره الزمالك هتشتغل في هدوء خلال الفتره اللي جايه، فنتمنى ان يكون في هدوء خلال الناحيه الثانيه، لان احنا اصلا مش فاضيين لكم دلوقتي. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، لان الفريق بيمر بفتره صعبه، فاحنا مش فاضيين نرد على اسلام الشاطر